بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. في البداية دائما وأبدا، كل التحية والتقدير لحضراتكم. مدة كبيرة ما ظهرتش. يمكن أنا عندي تحفظات شوية على أسعار العربيات الفترة اللي فاتت، فما توقفت عن النشرة الإخبارية الأسبوعية اللي كنت بنقلها من سوق السيارات لغاية ما الأمور تنظبط شوية، لأن في ناس بتطلب نصيحتنا وفي ارتباك شديد جدا. يمكن حتى الناس اللي مشتركة عندنا في الجروب منشقين، ووقفنا موضوع التوقعات بتاع ارتفاع الاسعار وانخفاضها دي لغايه ما الرؤيه تتضح، رغم الارتفاعات الشديده. يمكن النهارده بنصور في اليوم ده بي ام دبليو رفعت اسعار عربيات مليون جنيه اللي هي الاكس 6. بخلاف كده كل العربيات رفعت اسعارها النهارده. احنا في شهر يونيو 2023، 1 يونيو، يعني الحمد لله رب العالمين ما يخلص بعد معاناة. ظاهر النهارده عشان موضوع مهم جدا يمكن بيهمنا كلنا كملاك عربيات. وموضوع دي صديق ليا لسه مجدد ترخيصه. الحاجات دي مستلزمات امان، يمكن احنا خلاص اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا، مش هنقول على الجدوى بتاعتها واهميتها. آه، يعني احنا بنقول ان تتشاف لها حل، يعني زي الحاجات اولا غاليه، الحاجات دي مدفوع فيها 550 جنيه، اكسكلود الطفايه. يعني انا لسه انا طالع مخصوص عشان خاطر موضوع الطفايه. وهنلاقيها كلام، يعني دي شنطه اسعافات، دي مع كل تجديد لازم تتجاب مثلث. ورقتين اللي هم بتاع العاكس دي، الحاجات دي ب 550 جنيه. ما علينا، انا اللي يهمني الورقه دي. الورقة دي احنا هنتكلم دلوقتي على موضوع الطفاية. يا جماعة الطفاية وصلت في اسعار المرور حاليا ل 720 جنيه. ده اللي في القاهرة، لكن طبقا للي بيجي لي من على الجروب اسعارها بتتفاوت من محافظة لمحافظة. ايه موضوع بقى الطفاية دي؟ شهادة صلاحية زي ما احنا شايفين كده، يمكن انا هنزل الصورة بتاعتها اوضح كمان. شهادة صلاحية وفحص ومعايرة طفاية الحريق للسيارات. يشهد مركز بلا 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 كده ان هي دي كذا. المهم القصة بقى اللي احنا بنقولها، انت حضرتك لو معاك الطفاية هتبقى اكسباير، بتاخدها وبتطلع على اقرب فرع لبافاريا او فرع يكون معتمد يعني، وبتسلمه من الطفاية القديمة. اذا كانت حالتها هتحتاج مالية بس بيملاها، يعني بيغير السائل اللي فيها البودرة، وبيديلك الشهادة ان هو عمل تشيك عليها وبيديلك عليها تاريخ صلاحية جديد. او بياخدها القديمة نفسها وبيديلك واحدة جديدة بيستبدلها، وبتدفع مبلغ من 150 جنيه ل 200 جنيه. طبعا احنا كده بنوفر 520 جنيه. ده ايفن ان انا هدفع في حالة ان انا هدفع آه 200 جنيه، اللي هو المبلغ اللي احنا بنقول هي بتتراوح من صاحبي دافع 150 جنيه، هنقول هندفع 200 جنيه، يبقى انت وفرت 520 جنيه. دي اكسبتد في المرور، والراجل رخص بيها واتقبلت، وختموا له اللي هو الختم اللي هو المعدني على الطفايه بتاعته. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه يا جماعه؟ اللي عنده تجديد، انا مثلا داخل على تجديد في شهر 8، شهر 7 كده ان شاء الله باذن الله، اذا قدر الله ليها مزيد من العمر هاخدها. انا ساكن في مدينه نصر، هسأل انا في فرع، انا غالبا جسر السويس، هاخد القديمه واديها لهم وتسلمها تقريبا في خلال 24 ساعه. الشهاده اوثورايزد، معترف بها في المرور، والعربيه اترخصت بناء عليها. ف ولذلك انا يمكن لقيت الموضوع مهم فحبيت اطلع وابلغكم بيه. فاللي معاه طفايه دلوقتي هتبقى اكسباير او حاجه بياخدها وبيطلع لاقرب فرع بافاريا، بيديها لهم وبياخد شهاده يعني بيسلمها له بشهاده معتمده. الشهاده دي مقبوله في المرور، والشهاده دي تكلفتها من 150 ل 200 جنيه. اتمنى من الله يعني ان تكون المعلومه دي مفيده لحضراتكم، وباذن الله رب العالمين نبقى من افضل لافضل ان شاء الله، ونتقابل في اقرب فرصه باذن الله تعالى. وحشني كتير. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.